بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراق بلده: ما أطيب منك بلد وأحبك إلي، لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ربنا خلق البشر في وشعوب مختلفة اللغات والأشكال والثقافات. سيدنا محمد كان أكتر واحد عنده انتماء وحب الوطن والأهله، فأفضل الصفات الفطرية في الإنسان هي الحب والانتماء للوطن. وحكمة ربنا في كده هو إن العباد كلهم يكملوا بعض ويتبادلوا الثقافات. القومية شيء جميل، ولكن بدون تعصب وبدون ما تأذي جارك وأخوك. وطبعا بعد النظر في إعجاز الكون وإعجاز الله في النفس البشرية وتسخير الكون ليها، زي المطر اللي بيحيي الأرض الميتة وبيطلع منها الحياة مسخرة لتوازن البيئة لأجل الإنسان اللي في النهاية مكلف بعبادة الله الواحد الأحد اللي اداك العقل وميزك بيه عن سائر المخلوقات. ومش بس كده، ده اصطفاك عن سائر الخلق عشان تعيش في الكون وتعمره، ويكون الكون في خدمتك وانت عبد لله. ونصيحة من جدك حورس: لو انت عايز تحكم الأرض اخلص لربك واحكم نفسك، هتلاقي خيرات الأرض ما بين إيديك.